مساء الفل عليكم جميعا. هنعمل حاجة مختلفة المرة دي، يا رب تعجبكم. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الانكزايتي او الاحساس بالتوتر. كنا عملنا الديفينيشن بتاع الانكزايتي كلينيكلي، هي الخوف من المستقبل. خوف من كمان ايه اللي هيحصل كمان ربع ساعة، ايه اللي هيحصل في الميتنج اللي جاي، ايه اللي هيحصل لما اقابل خطيبي and so on and so forth. في الفلوس طبعا، في الوقت اللي احنا فيه ده نفكر كتير قوي في مستقبلنا ومستقبل ولادنا من ناحيه الفلوس والغلاء الاسعار and so on. واحد من السيمتومز او الاعراض بتاعه الانكزايتي هي ان انا بحس ان انا نفسي ضيق، او ان انا مش عارف اخد نفسي كويس، او انه نفسي مش بيوصل للاخر. هستضيف صاحبتي وحبيبتي نهى الوكيل، هي كونداليني يوجا انستراكتور، وهي هتتكلم معانا شويه عن الجراوندنج تكنيكس. جراوندنج تكنيكس يعني ايه الحاجه اللي بتخلينا في الحته اللي احنا فيها دلوقتي، بدل ما نفكر في المستقبل، حتى لو المستقبل ده كمان 10 دقائق. ايه الحاجه اللي تخليني اهدى، ايه الحاجه اللي تخلي الاعراض بتاعه الانكزايتي تقل عشان اعرف اظبط تفكيري. نهى بليز بليز. ليزي، انا مبسوطه ان انا معاكي جدا، و I'll take it from there. يعني فعلا هي اول حاجه ممكن نركز فيها ان احنا نرجع للنو، وبيبقى اكتر حاجه بترجعنا للنو هو النفس، لان النفس لا يمكن يحصل في المستقبل ومش هنعرف نجيبه من الماضي، فهو اللي بيحصل دلوقتي. فاول حاجه ان احنا نركز، او بس لو حتى نعتبر ان احنا عندنا انتباه واحد بس، فانا هاخد الانتباه الواحد ده احطه مع البريذنج، مع التنفس بتاعي. فبالتالي عقلي مش بيعرف يركز غير في حاجه واحده، فهو لما انا ابقى مركزه مع التنفس ده هياخد الاتنشن من الافكار اللي ممكن تكون عامله لي التوتر ده. وبالتالي في حاجه تانية برضو مهمه جدا، ان ناس كتير بتبقى فاكره ان انا لما عايزه اخش في الستيت ان انا ابقى هاديه ان الافكار هتقف. هي مش هتقف، هي الافكار مستمره، بس انا مش مديها الاتنشن بتاعي. الاتنشن بتاعي مع البريدنج، وده it will make الافكار فيد اوت، يعني واحده بواحده. ازاي بقى ان انا اخلي تركيزي مع النفس؟ اول حاجه ان انا انتبه لنفسي الطبيعي. نفس فكره ان احنا بنقبل الموجود الاول علشان نعرف نغير، فهي نفس الفكره. انا هشوف ايه نفسي الطبيعي، ومجرد بس ان انا مدياله اتنشن هو واحده واحده بيبتدي يهدى. وبعدين مع ممكن بقى براكتسز ديلي او يوميه ان انا اتعود ازاي اتنفس تنفس عميق. ادينا سيمبل كده اكزامبل. ازاي اتنفس تنفس عميق؟ اوكي، التنفس العميق بيبقى من الغرفه الاساسيه اللي بيشتغل فيها الحجاب الحاجز، اللي بيبقى الاثر بتاعها حركه البطن. يوجوالي معظمنا بيتنفس من الغرفه الثانويه اللي هي عند الشست وعند الترقوه. دي غرفه بتاعه طوارئ، بتحصل لما اكون خايفه، لما اكون محتاجه سبلاي سريع من الهواء. فهي البيضه ولا الفرخه؟ بتفضل حلقه مفرغه ان انا بتنفس تنفس سطحي فالستريس بيزيد، فبتنفس تنفس سطحي فالستريس بيزيد. لكن لما ببتدي اتنفس تنفس عميق من البطن it sounds ان هو اتس اوكي زي البيبي كده، بس اكشلي لما بنبتدي نجرب نعمله بنلاقيه تشالنجينج شويه، لان احنا متعودين حياتنا كلها بنتنفس التنفس السطحي. فممكن حاجات بسيطه، تولز بسيطه ممكن نحاول نجرب بيها ان احنا نعمل. ممكن حتى تجربي معانا، يلا نعمل اكسهيل، فولي اكسهيل. خرجي كل الهواء اللي في رئتك وحطي ايدك على بطنك عشان تبقي حاسه، واحبسي النفس بره. خليكي حابسه النفس بره لحد لما تبقي مش قادره خلاص، في شورتج وعايز تاخدي نفس، راقبي حركه بطنك في ان اول انهيل هتاخديه، بس بعد ما تكوني مفضيه النفس وقاعده فتره من غير. فهمت ان هو مش سهل، هو العادي ان انا بتنفس من فوق. اكزاكتلي. هنا هينتبهوا ان يا اما هيلاقوا الشست بيترفع، فهنا هياخدوا بالهم ان الحركه الاساسيه من الشست، يا اما البطن فعلا هتبتدي تتحرك. دي اول حاجه. لو ما قدرناش نوصل لحركه البطن او للتنفس العميق الغرفه دي من التكنيك ده، ممكن ننام على ظهرنا. بيبقى اكسس للتنفس العميق اسهل قوي في النوم، لان هو اوريدي بيظبط نفسه، بس ابقى حاطه ايدي على بطني عشان اعمل كوردينيشن بين عقلي وبين حركه جسمي، فبالتالي عقلي يقدر ليتر اون مع البراكتس يغير الباترن بتاع التنفس الغير مظبوط. عجبني قوي الكلام اللي قالته نهى، وحاسه ان هو عملي جدا جدا وينفع يتطبق. وبيكمل كلامنا قبل كده لما كنا بنتكلم على فكره ان انا اركز في النفس بتاعي وان انا اعد. فاكر لما كنا قلنا ان احنا
هنعد to the count of 4، هنمسك النفس to the count of 4 وهنexhale to the count of 4، وانه ده بيخلي تفكيري المشوش او الانكشس او اللي انا قلقانه منه يهدى. زي ما نهى قالت الغرفه الثانويه اللي هي بتعمل السايكل دي بتهدى، فبيبقى تركيزي في تفكيري، فده بياخد تفكيري من الحاجه اللي انا خايفه منها، وبيفكرني ان انا مفيش في ايدي غير دلوقتي. الانكشس ثوتس بتاعت المستقبل مش موجوده، انا مفيش في ايدي غير دلوقتي. انا محتاجه افرق ما بين القلق من حاجه تحصل دلوقتي. لو انا قلقانه انا بمتحن دلوقتي فانا شايله هم، ما عنديش مشكله. انا مثلا عيانه دلوقتي فانا شايله هم، ما عنديش مشكله. انما انا عندي مشكله ان انا ابقى شايله هم حاجه مش في ايدي دلوقتي. بليز ابلاي البريدنج تكنيك اللي نهى علمته لنا ده، انا متاكده ان هو هيفرق معاكم كتير قوي. انا I will do the same، واحب قوي اسمع الفيدباك بتاعكم.